سلامة حجازي واحد من أهم رواد المسرح الغنائي المصري. بتقول المصادر إنه من المؤسسين لأول شكل دمج التمثيل بالغناء في مصر. الراجل العظيم ده دماغه كانت كلها مزيكا، وكان بيعرف الموهبة الحقيقية من أول ما بيسمعها. وعشان كده أول ما سمع ألحان سيد درويش اللي كانت بدأت تظهر مع رجوعه من الشام اقتنع بيه فوراً، وقال الشاب ده لازم يبقى في فرقتي. وفعلاً عرض سلامة حجازي على سيد درويش إنه ينزل القاهرة ويشتغل معاه في فرقته كمؤدي وملحن مساعد. ولأن سيد درويش كان من جمهور سلامة حجازي أصلاً، فكان متحمس جداً للعرض ده ووافق عليه على طول. طبعاً دلوقتي ممكن تتخيل إن الطريق في القاهرة كان مفروش بالورود، وإن الشيخ سيد قدر أخيراً يترجم كل اللي اتعلمه السنين اللي فاتت في أعمال موسيقية تهز الدنيا وتنجح نجاح ما حصلش. الحقيقة إن شغل سيد درويش في الفترة دي ما عجبش الناس قوي، وممكن تكون ألحانه كانت جديدة على ودانهم، وعشان كده ما حبوهاش وهاجموه بسببها. وبرغم إن الشيخ سلامة حجازي دافع عنه بنفسه وقال إن الفنان العبقري ده هو مستقبل المزيكا، إلا إن رحلة سيد درويش للقاهرة انتهت بسرعة ورجع تاني على اسكندرية، عشان بعد فترة قصيرة يرجع للقاهرة من بوابة أكبر، وهي بوابة جورج أبيض.